السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم معايا في قناتي مقتطفات حلو من كل مكان. معاكم أحمد. النهاردة هعمل لكم طريقة عمل فراخ مشوية في الفرن محشية بالخلطة برز بالخلطة. وصفة سهلة جدا جدا وبسيطة. طبعا معايا الطريقة والخطوات. مكونات عبارة عن طبعا فرخة حوالي 2 كيلو غسلها ومنضفاها بالشكل ده، ومعايا الخضار، ومعايا رز مغسول ومنقوع، ومعاها الكبد بتاعتي والبهارات فلفل وملح وكمون وبهارات 7 وقرفة وجنزبيل من كل نوع نص معلقة صغيرة. طبعا حطيتها اتصل على النار وفرمت بصلة ناعم كده، وحطيت عليها المادة الدهنية وقلبتها كده لحد ما احمرت معايا. كنت مقطعة الكبد والقلوب معايا والطاسة سخنة جدا بالشكل ده، ورحت حاطه البهارات بتاعتي وقلبتهم كويس جدا بالطريقه ديت، وضفت عليها طماطمايه مفرومه ناعم بالشكل ده. هبدا بقى ان انا اضيف الرز بتاعي. كنت غسلاه ونقعاه، حطيته كده وافضل اقلب بقى كده معايا. هزودها حوالي كوبايه ميه. طبعا الاول حطيت عود كزبره كده فرمته ناعم كده. خلطة جامدة جدا فظيعة تخلي طعم الفراخ روعة. حطيت كوباية مية بقى كده عشان اسويها 3/4 سوا. كنت حاطة بقى الخضار بتاعتي قطعته بالشكل ده، وطماطم وبصل بالطريقة ديت، وحطيت نفس التوابل اللي انا حطيتها مع الكبد حطيتها مع الخضروات بتاعتي بالطريقه دي بقى اللي انا هحطه في قاع الصينيه، وهحط فوق منه الفرخه. تمام. هقلب بقى كده واحط عليه البطاطس متقطعه كده بالشكل ده، وقلبته بالطريقه ديت. وهفرد بقى كده، احط بقى الماده الدهنيه طبعا حوالي 3-4 معالق زيت. تمام. قلبتهم كويس جدا. كان الرز بتاعي بدأ يستوى كده، يعني هو 3/4 سوا او نص سوا بس، يعني عشان يكمل السوا في الفرن. تمام. جامد جدا، والريحة ما اقولكمش خطيرة. جبت بقى الفرخة بتاعتي غسلها ونقعها طبعا في الخل ومظبطاها ومية مية، ورحت بقى حاشية الرز بتاعي الجامد جدا ده، وتحت الجلد كمان، وظبطتها كده بالشكل ده. وداعا بقى للحمام، خلطة الحمام. والحمام ممكن تاكل الخلطة الجامدة دي مع الفراخ، جميلة جدا. ودهنت بقى الفرخة كده بمادة دهنية، شوية زيت كده ودهنتهم كده، وتبلتها كمان شوية كمون كده على كزبرة ناشفة على ملح، ومسحت كده على الفرخة، وغطيتها بالفويل وحطيتها في الفرن. جامدة جدا بسم الله ما شاء الله. كانت الفرخة استوت، والخضار كمان اللي تحت ده استوى. حلو. الرز مفرفر وجميل ازاي ومستوي، وفرخة جميلة وطعمها جميل، والرز تحفة. الرز البني الجميل ده ما اقولكمش عليه روعة. والريحة بقى تجيبك من اخر الشارع، ريحتها فظيعة وجميلة جدا بسم الله ما شاء الله. ما تنسينيش بقى بدعوة حلوة اما تعملي الطريقة دي وتجربيها، وما تنسينيش باللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. واترككم على خير بفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.